شقه 105 متر عملنا فيها تصميم بافكار بيتميز بالبساطه، بيتميز ان الروح ديت خاصه بالشقه ديت، مش هتلاقيها في اي مكان تاني ولا في اي شقه تانيه. تعالوا النهارده نتكلم عن شقه 105 متر في ماونتن فيو اي سيتي اكتوبر. انا بدخل هنا من باب الشقه بلاقي عندي مرايه بالتصميم اللي موجود دوت بالاضاءه. عندي هنا حمام الضيوف، ان انا عندي حوض، رف ديكوري، عندي القعده هنا، الدفء هنا، منطقه تحط فيها اكسسوارز. انا حاسس ان في وسع وفي راحه كبيره في قلب الفراغ. فتحنا المنطقه ديت بس سيبها دلوقتي. عندي هنا منطقه السفره، انا عندي السفره هتكون صغيره موجوده في الجزء دوت. اكدنا على الاكس بتاع السفره بالجزء الديكوري اللي احنا شايفينه. بدخل على المنطقه بتاعه استقبال الضيوف، منطقه الريسبشن. عندي منطقه التلفزيون ليها طبعا اضاءه بتكون موجوده هنا. عندي منطقه تخزين ومنطقه بستغلها علويه كرف بالشكل دوت. بنطلع على البيروس فيو، عندنا منطقه هنا فيها لاندسكيب بسيط، زلط طبيعي، وفي عندنا اب لايت بيدي اضاءه طبعا بالليل هتكون شكلها اوضح بكتير من الصبح. الغرفه كان عندي هنا الطرقه، بدخل الليفنج من هنا. عندنا الحيطه دي ديكوريا طبعا متناسقه مع منطقه الريسبشن، ولكن عندي هنا باب مخفي لمنطقه الليفنج شوت المتناسقه اللي موجوده هنا. عندي رف هنا ديكوري واقدر استغله كتخزين واحط عليه اكسسوارز. وعندي طبعا منطقه التلفزيون. المطبخ ده كان للاسف صغير جدا جدا. اول ما دخلنا الشقه اضطرينا ان احنا نكسر الحيطه اللي موجوده هنا ونفتح المطبخ على الريسبشن عشان يدي اتساع واتصال بصري كبير. منطقه التقديم موجوده هنا. عندي طبعا البوتاجاز البلت ان والفرن، الشفاط طبعا الشركه هتيجي تركبه. عندي مطبقيه موجوده هنا. عندي الميكرويف، طبعا كان العميل جايبه ميكرويف عادي بس احنا قدرنا نعمل له منطقه تخزين كانه بلت ان. عنده زياته اقدر احط فيها الزيت بتاعي. كل طبعا الشغل سوفت كلوز زي ما احنا شايفين. تعالوا نبدا مع بعض بالحمام الرئيسي. عندي اول حاجه منطقه الحوض، عندي وحده تخزين سفليه بالشكل دوت. عندي طبعا مرايه مضيئه. عندي هنا سخان فوري فعملنا له وحده تخزين هتكون موجوده هنا. طبعا هنا وحدات اقدر احط فيها الفوط بتاعه التنشيف ونحط فيها طبعا بوت زرع وكده. هنا دي منطقه الشاور، في جروف هنا مضيء موجود بقدر احط فيه الشامبوهات والالتزامات بتاعه الشاور. كنا دارسين كويس جدا منطقه الدخول، ان انا بدخل من هنا مرتاح جدا ما عنديش مشكله، وانا قاعد كمان مرتاحه مفيش اي مشاكل سواء في العرض او في العمق. تعالوا ندخل على اوضه الاطفال، نخلي الماستر اخر اوضه. اوضه الاطفال بسيطه جدا. طبعا عندنا الاتش دي اف الالماني زي ما احنا شايفين. تعالوا ندخل على الغرفه الاخيره وهي الماستر بيدروم. بدخل على الدريسنج روم. الكلاين جزء طبعا كانه ميرور بالظبط مضيء. وعندنا جزء خاص بملابس الزوجه وجزء خاص طبعا بالملابس البدل الخاصه بالزوج زي البرفانات والحاجات اللي هي الاكسسوارز وخلافه. حبينا نعمل ستايل يبقى هادي ومريح. طبعا عندي السرير الماستر، الشقه دي معمول لها ديزاين هوريكم شكل التصميم. انا عندي السرير الماستر موجود هنا احساس طبيعي. عندي البندنت لايت موجود. عندي النجفه المميزه. عندي هنا طبعا في تجليده لسه هتركب هنا، بس التجليده هتتعمل مع الفرنتشر عشان الخشب اللي هنا درجته هي نفس درجه